أطيب وصفة كباب دجاج بالفرن بطعم الكباب المشوي على الفحم. يلا نشوف الطريقة، واتمنى تكونون وياي الأخير. عندي هنا نص كيلو دجاج، صدر دجاج مع نص ربع ليه. هنا عندي 2 بصلة وفلفل أخضر وفلفل أخضر حار وفلفل أحمر. هنا راح أثرم الخضار مع بعض، راح نخليه على دفعتين، يعني قسمين راح أسويه حتى لا يطلع سوائل هواية. وهنا عندي قشر ليمون راح ينطي نكهة كلش طيبة. هنا خليت الفلفل الأحمر، الفلفل الأحمر يفضل أن يكون بالنهاية. هنا أثرم وأوقف الخلاط حتى لا ينهرس زايد. هنا راح أصفي الخضار كله من المي ومن السوائل، وهذا السائل راح استعمله بعدين، يعني ما نذبه. شوفوا هذا السائل نستعمله بعدين. هنا راح أثرم صدر الدجاج مع الليه، وهنا ثرمته ثرم كلش ناعم. حبايبي اللي وصل وياي اللي هنايا يا ريت يخلي لايك واشتراك بالقناة. هنا خليت الخضار اللي ثرمناها، وهنا عندنا البهارات، كل شي نص ملعقة شاي خليت بابريكا باردة ومجروش الفلفل الأحمر الحار، وبصل، بودرة البصل، بودرة الثوم، فلفل أسود 7 أبهار. وهنا خليت ملعقة كبيرة من الأكل طحين، لا تكثرون أكثر زيادة. وهنا عجنته وراح أخليه بالثلاجة مدة نص ساعة. هنا راح أسوي السائل هذا، راح أسوي الخلطة اللي راح ندهن به وجه الكباب، اللي هو السائل اللي طلعناه من الخضار. خليت عليه ليمون ونص ملعقة كوب فلفل، معجون الفلفل البارد، ودبس الرمان وشوية زيت. هنا راح أسوي البصل، جوانح البصل اللي يقدم ويا المشاوي. ثرمت جوانح البصل وخليت عليه سماق، وثرمت شوية من المعدنوس، وخلي شوية زيت الزيتون حسب الرغبة. هنا عندي العود الخشب اللي راح أشوي بيه، لازم تتنقع قبل نص ساعة بالمي. وهنا عندي صينية بيها ورق زبدة، وهنا بديت أشيش الكباب. طبعا أنا مو خبيرة ولا عندي خبرة ولا يعني فهيك شلون ما كان سويته، حسب انتو قدرتكم. فسويته بهالشكل هذا، هخليه بالفرن مشعول الفرن من أسفل وأعلى. وهنا بعد ما استوى نص استوى راح أدهن الوجه بالخليط اللي سويناه. وهنا عندي الخبز راح أخلي بيه أدهن وجهه بصلصة أنا سويتها، معجون طماطم، معجون فلفل البارد، وثرمت طماطة ناعمة وهرستها، وبهارات شوية. وهنا خليت البصل، وهنا بعد ما استوى طلعته. وسهمكم العافية. وطبعا خليت فحماية على النار، وبعدين من جمرت خليت عليها شوية زيت، يصير الكباب كلش طيب وطعم الفحم. هنا عندي مقبلات سويتها، هي حمص بطحينة، وهنا مقبلات الطماطم هم راح تنزل ان شاء الله طريقته. وهنا الكباب، وما احكيكم على طعمه كلش طيب. وسهمكم العافية يا رب. واللي وصل وياي اللي هنا يا ريت يخلي فضلا وليس امرا لايك واشتراك للقناة. هنا ابني دا يسوي اللفة،
حتى تشوفون شلون الكباب هش. حبايب، ولهنا استودعكم الله ومع السلامة.